المغرب على تاريخه، حاسدينه على الاستقرار اللي كيعيشوه. المغرب كما كنقولوا بالفرنسيه سي ان بيي ميلينير. المغرب ما عرفش النظام غير الملكيه. في الاول هما من الجزائر وسير ليبيا وبعض الدول كما يقال بالعربيه اتوا الى الحكم على ظهر دبابه. في الاول كانوا كيعاوموا في واحد الفلك ديال لونيون سوفيتيك قبل لا ديستركسيون دو مور دو برلين ديال برلين، قبل تحطيم جدار برلين، كانوا كيطوفوا ذاك دوامه ديال حلف وارسو الى غير ذلك، وكانوا كيشوفوا ذاك المغرب بحال اون تاش خصهم يبدلوه، خصهم حتى هما مثلا شي نظام يكون كيشبه لهم ديكتاتوري اللي غادي يقمع الشعب وغادي هذاك الشيء اللي يمكن ساندوا جوج ديال الانقلابات عسكريه ضد الملكيه في المغرب. كانوا حاولوا ديال 71 وديال 71 و 72 واحد ديال الصخير 71 والعمليه ديال الطائره ديال 72 فعلا كانوا وراءها كيحاولوا مثلا يشحنوا بعض الضباط للانقلابات باش يتسووا في ارائهم. والقذافي كان كيستعرف بها علنيا، كيقول كان ساند الانقلابيين وكان ساند البوليزاريو فعلا. الجزائر يعني الجيش الجزائري ما تكلموش عليها، هذه كانت باينه. ويعني والقذافي حتى هو كان كيقول لك انا كنساند الانقلابيين وبوليزاريو، يعني كانت هجمه منظمه ضد المغرب. وعرفوا بان المغرب الا استكمل مثلا الوحده الترابيه ديال الجنوب غادي يرجع يتحاسب شويه مع الجزائر على الحدود الشرقيه، باقي ما تصفاش ذاك الملف. هما عارفين بان الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي راه ما عمرها كانت دوله كدوله. الجزائر كانت الامبراطوريه العثمانيه وصلت حتى للحدود المغربيه، الحمد لله حنا ما عرفناش الاستعمار العثماني. مور داك الشيء جات الاستعمار الفرنسي 136 سنه. الاستعمار الفرنسي راه اكثر من الاستعمار الاسباني حنا عندنا في الجنوب. الجزائر دوله كدوله ما خلقاتش حتى من بعد 60 تم قبضت الاستقلال ديالها. المغرب ديك الساعه فاش خدا الاستقلال ديالو في 56 كان عارف بان الاستعمار الفرنسي اللي مستعمر المغرب وتونس والجزائر خدا الى غراتي من التيريتوار ماروكان. كانوا قالوا بان ننتظروا اخواننا يقبضوا. هذا هو اللي بغيت نقول لك، يعني في هذيك الوقيته فرنسا يعني قبل ما تعطي الاستقلال للجزائر جاوا يتكلموا مع محمد الخامس الله يرحمه هذيك الوقيته، قالوا له اجي نتفاهموا نسطروا الحداده يعني من الشمال حتى للجنوب. نعم. جاء محمد الخامس واعضاء من الحركه الوطنيه المغربيه قالوا لهم لا، حنا هذه المسائل ديال المشاكل ديال الحداده حنا غادي نتفاهموا مع الاخوان الجزائريين من ياخذوا الاستقلال ديالهم. هذا الشيء غادي نتفاهموا بيناتنا. وفعلا يمكن هذاك هو الخطا اللي ارتكبوا. وفعلا ارتكبوا خطا السي زاتراوي لان يعني كنا نتسناو اخوه ساعه صدقوا. لا من بعد استقلال المغرب المغاربه فتحوا الباب للاخوان الجزائريين، وجوا المقاومين كانوا كيجوا المغرب وتزودوا بسلاح وبمؤونه وبمال باش يحاربوا الاستعمار. ولكن فاش خداو الاستقلال ديالهم كان في وجه ساكن. ماشي غير هو، كلهم كاع القاده ديالهم. وفي الاخر لا حنا بلد المليون شهيد ما كاينش طرف. ولكن انتم عارفين بان الحدود ديالنا فين كانت كمغرب، لان المغرب كان دوله اكثر من 1000 سنه، عارفين الحدود ديالو فين كانت. ولكن هذا هو العاده، عرفوا بان المغرب في صفا الملف ديال الصحراء غيحاسبهم. كانت ديك المناوشات ديال 63 بما يسمى حرب الرمال امام الحدود الشرقيه مع الجزائر، وعرفوا بان خص المغرب ما يشوفش راحه، وبغاو مثلا ذاك الولوج للمحيط الاطلسي بغاو يقزموه. ولكن المغرب يقسموه يعني الشمال مع الجنوب يقزموه. إلى الشأن الدولي، أصدرت وزارة السياحة بالكيان الصهيوني إحصائيات رسمية أن السياحة المغربية بلغت ذروتها خلال العام الجاري في خطوة تعكس نمو العلاقات بين الكيان الصهيوني والرباط. المزيد في تقرير سلف دمشق. عكس ما تتجه إليه بعض عواصم العالم والضمائر الحية بمقاطعة الكيان الصهيوني، المغاربة وبلغة الأرقام يؤكدون أنهم يفضلون تل أبيب للسياحة، حيث أظهرت إحصائيات رسمية أن السياحة المغربية للكيان الصهيوني بلغت ذروتها خلال العام الجاري لتصل إلى 2239 سائحا. هذا وأشار التقرير أن عدد السياح المغاربة خلال السنوات الست الماضية بلغ 6440 سائحا، أرقام تعكس دفء العلاقات بين الكيان الصهيوني والرباط. ومن المفارقات الغريبة التي كشفت عنها الأرقام أن السنة الحالية التي عرفت أبشع أشكال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي السنة التي عرف فيها عدد السياح المغاربة في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 100% على عكس السنوات الماضية. فهذه الزيارات من شأنها أن تدعم قطاع السياحة للكيان الصهيوني التي تراجعت إلى نحو 30% و40% بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها العدو من طرف المقاومة الفلسطينية الباسلة. هذا وأكد التقرير الصادر عن وزارة السياحة للكيان الصهيوني أن الإجراءات المتبعة من شأنها أن تسهل الإجراءات للسياح الوافدين من دول العربية، حيث تستجيب لطلب السياح من عدم ختم جواز سفرهم لكي لا يواجهوا أي مشاكل لدى عودتهم إلى بلادهم.
ودولة بمساحة عامة وتعداد سكان البواقي تنقذ الكاف من مهزلة المغرب بعد أن قرر الكاف غينيا الاستوائية هي من ستستضيف كان 2015. من إفريقيا بغينيا الاستوائية التي تعتبر أصغر بلد في القارة السمراء. هذا البلد الغريب عن الجزائريين والذي لا يعرفون عنه الكثير، لكنه أنقذ الكاف من مهزلة المغرب ومنح الحياة من جديد لكان 2015. في المغرب يرجعوا 70% للمصدر، يعني نعاودوا نولوا بس انا ولكن في رايي المشكل وراه، المشكل هو ما نبررش ولكن في رايي ما بين الجزائر يعني مرتبطه ماده واحده هي البترول. هذه واحده الزراعه باسكو ما يعوضوا لا بترول لا غاز لا ذهب لا والو. هالمرات كم عايشين بالزراعه، عايشين بالزراعه. انا قريتها كي كنت صغير في ليكول، باسكو البترول ماتير تخلاص بالزراعه ما تخلاص. يؤسفني ان اقول يؤسفني ان اقول انني لست فخورا بان اكون جزائريا وانا اعرف بان 1000 دينار يجيبوا لكم 30 درهم. يوم كانت ايام كان الدينار الجزائري يلزم الفرنك و25 باش تشتري دينار جزائري. كان الدينار الجزائري يلزم درهم ونصف باش تشتري الدينار الجزائري. اليوم تاخذ معك 1000 دينار باش تشتري 30 درهم مغربي. هذا لا شك تقصير من دولة وسياسة غير حكيمة من الدولة، ولكن لا شك وكل واحد منكم يتحمل المسؤولية نتاعو. لا شك أنكم كلكم مشاركين في هذا التدهور، كلكم مشاركين في هذا التدهور. ما جيتش نشيت لكم باش نربح أصواتكم، ما جيتش نتملق ولا ندلق باش تصوتوا عليها. جيت نقول لكم الحقيقة على بلادكم والحقيقة على نفوسكم، والآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. الآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. باللي الجزائر راهي تجيب اكثر من 60 مليار دولار وراهي الاكسبورت واحد 800 مليون دولار فقط. نعم. بينما المغرب راهي تصدر حوالي 23 ولا 24 مليار دولار. من الناحية الثانية نرجع إلى تعليق فقط برك. إذا رجعنا إلى المعطيات، المغرب من الناحية الغربية كل منتجات زراعية الآن تجدها في يعني في بريطانيا، سوبر مارشي، في المتاجر البريطانية تجد منتجات غذائية مزروعة. إذا كان المغرب يخطط بأن يكون من بين 20 الوجهة العالمية في آفاق 2020، فهل يمكن للمحترفين الجزائريين الحلم على الأقل من أن تكون الجزائر في الرتبة 100 في هذه الفترة؟ زدنا غير كيهضر على لي بيرو تشونج ولا شو. نعطيك انا مثال، المغرب عندهم اكثر من 750 بيرو تشونج. بون في الشروط راك عارف كي دير ان بيرو تشونج يليقها ميكرو، لالارم، هذيك اللي تفيريفي اللي بي الى اخره. استقبلت الجزائر سنة 2013 2.7 مليون سائح أجنبي حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو رقم اعتبرته الهيئة منخفضا جدا مقارنة بحوالي 10 ملايين سائح لدى المغرب الذي حل في المركز الأول إفريقيا. أي بلد يفتخر يكون عنده ملعب بحال هذا الشيء. احنا في الجزائر للأسف مازال ما عندناش على الأقل ملعب واحد بهذا المستوى، ما عندناش. المغرب يعني المغرب لا يملك لا
7500 دينار اذا كان ردوها بالاورو، يعني ما هي المصاريف اللي قادره يقوم بها هذا الطالب. ولكن اذا كان نروحوا نلاحظ مثال في يعني 75 اورو، يعني اذا كان يعني بالحقيقه اذا كان من البنك 70 اورو، يعني اذا كان تهبط يعني اذا كان تهبط في المطار، من المطار الاخر تحط 40 ولا 50 اورو معناتها خلاص ولا كذا. ولكن شوف مثال اذا كان نروحوا للمغرب، شوف المغرب نفرق، داير مثال للتربص معناتها ستاج واحد في يعني في نونتربريز، اذا كان يدير ستاج ماهوش كيما يعني واحد يروح يقرا. اذا الفلو ستاج يمدوا 25,000 درهم لمده 12 شهر، مع العلم ان فيه حوالي يعني 25,000 درهم. 25,000 وبالنسبه لتشغيل الناس، هل تعلم بان المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا، ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ يؤسفني أن أقول أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا، وأنا أعرف بأن 1000 دينار يجيبوا لكم 30 درهم. يوم كانت أيام كان الدينار الجزائري يلزم الفرنك و25 باش تشتري دينار جزائري. كان الدينار الجزائري يلزم 1.5 درهم باش تشتري الدينار الجزائري. اليوم تاخذ معك 1000 دينار باش تشتري 30 درهم مغربي. هذا لا شك تقصير من دولة وسياسة غير حكيمة من الدولة، ولكن لا شك ولا شك ولا شك، وكل واحد منكم يتحمل المسؤولية نتاعو، لا شك أنكم كلكم مشاركين في هذا التدهور، كلكم مشاركين في هذا التدهور. ما جيتش مشيت لكم باش نربح أصواتكم، ما جيتش نتملق ولا ندلق باش تصوتوا عليا. جيت نقول لكم الحقيقة على بلادكم والحقيقة على نفوسكم
والآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. الآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. لا ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. حد ما يعطينا طريحة. شوف لزارين هكا وانا قال هاوك السبع روح قتلوا. إلا قتلت السبع تصفقوا عليا ولا السبع كلاني تصفقوا على السبع. قولوا وانا كيفاش نتيق فيكم باش تمشوا معايا؟ انا كيفاش نتيق فيكم باش تمشوا معايا؟ باغيني ندير ثوره وحدي. قبل ان نفتح ملفنا نستعرض عليكم بعض الاخبار، والبدايه بالمغرب. يتواصل مسلسل مهازل نظام المخزن، فبعد أن عاث فسادا في الأراضي الصحراوية المحتلة لم يكتفي بذلك بل انتقل إلى الأشقاء اليمنيين. إحدى القنوات اليمنية بثت مشاهد لحطام طائرة الآف 16 المغربية التي أعلنت الرباط أمس فقدانها باليمن في إطار مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين الذين أعلنوا نجاحهم في إسقاط الطائرة العسكرية المغربية. وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن رجال قبائل موالين لهم أسقطوا الطائرة في محافظة صعدة قرب الحدود مع السعودية، كما تشاهدون في هذه الصور. التي تعتبر الطائرة الثانية التي تسقط في